مساء الخير. في الأغلب هتسمعوا صوت مروحة في الفيديو ده، بس يعني اسمني الفيديو ده إن أنا المفروض أنا هرجع للقناة وكده. القناة المفروض هي مؤخرا لما حاولت أفكر هل القناة هي حاجة تكنيكال ولا هي حاجة خاصة فحبيت إن أنا مش هقلبها قناة فلوجات، بس على قد ما أنا كان من ضمن الحاجات اللي كنت حابب ان انا اعملها في القناه دي ان انا او انا حتى حاجات انا بحب اتفرج عليها، وانا عارف ان هو الديفرنس بين ان انت تعمل الحاجه اللي الناس تانية. يعني في قاعده مثلا لما بتيجي تنفست مثلا بيجي يقول لك ما تستثمرش في البرودكتس اللي انت بتحبها، لا تستثمر في الحاجات اللي الناس تانية بتستغلها. بمعنى ايه؟ ابل مثلا نزلت مثلا تليفون جديد، فانت بدل ما انت تروح تشتري تليفون ابل فانت كده عارف ان السهم هيزيد، فانت ممكن تروح تشتري سهم في ابل فبالتالي تزيد. يعني ده من ضمن الحاجات برضه. فده نفس الكلام في الفيديوز، بس في الفيديوز مختلف لاجل ان انا حاجه انا بحس ان انا مش منداتوري ان انا اعملها، مش لازم ان انا اعملها كل يوم. حتى لو انا حبيت ان انا اوصل فيها الحاجه، ولكن حبيت ان هي تكون مجرد آه قصه وبنقعد نحكيها او اقعد اتكلم. عندي تشانس ان انا اقعد مثلا آه نقعد نفكر بس مع بعض وكده. بس فالفيديو ده هو كان ببساطة كبيرة جدا عن مؤخرا ان انت لما بتيجي ان انت تحاول ان انت تتعلم حاجات كتير جدا. في حاجة اسمها makes you stand out او بتخليك ان انت ايه stand out على stand out. يعني بمعنى ان انت حد بيكون مثلا بعيدا عن المقارنة، او حد مثلا حد نادر جدا. دلوقتي لو انت جيت مثلا تتعلم مهارة جديدة زي الداتا اناليسيز مثلا، او to be data analyst. في الداتا اناليسيز مثلا انت لو متعلم، خلينا نقول مثلا كده، لو متعلم مايكروسوفت باور بي اي اس كيو ال او سيكوال، ومتعلم مثلا مايكروسوفت ازور مثلا مش عارف ايه، فتتعلم الاربعه دول، ففي 100 واحد بيتعلم حاجه زي كده. البوينت ان انت تكون فاهم دومين او مجال، زائد ان انت عارف لغه، زائد ان انت عارف حاجات تانية، فهو ده اللي بيخليك تستاند اوت فعليا. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا كم واحد مصري متعلم داتا اناليسيس؟ في حوالي ممكن نقول مثلا يعني مثال تقريبا ممكن نقول مثلا 30,000. طب كان واحد فعليا عنده الباور بي اي واكسل و و وبايثون مثلا، هنقول مثلا 10,000. طب مين معاه الحاجات دي وبيعرف يعمل ستوري تيلينج كويس جدا؟ هنقول 5,000. طب مين ده وعنده دومين ما معين؟ هنقوله 2,000. طب مين من ال2000 دول معاهم الدومين مثلا معين ومعاهم كذا ومعاهم الحاجات دي ومعاهم لغة؟ هنقول مثلا ان هم هتكونوا 1000. طب مين معاه لغتين؟ هنقول 500. فبالتالي طبعا عليك بيزيد. هي دي الفكرة، ان انت تحاول ان انت تفهم اي حاجة تتعلمها، هي هتخليك تفرق عن حد كتير جدا. قراءتك حتى لكتب علم النفس خاصة مثلا اليوزر اكسبيرينس، اليوزر انترفيس. يعني انا فاكر انا عملت قبل كده داشبورد اسمها جوب، كانت اتش ار داشبورد، ممكن تلاقيها على الشانل ولا لا. بس عامة يعني كنت بتكلم فيها في فكرة ان الناس اللي هتمشي according لكتاب كان اسمه هابي برين. هابي برين كان كتاب بيتكلم عن المخ السعيد، كان بيتكلم عن ليه الناس اوقات بتمشي او ليه الناس اوقات ممكن تسيب شغل. فكان في فصل منهم بالتحديد يعني كان بيجي يتكلم عن ليه لجأ للشخص، او ليش الشخص بعد ما وصل بوزيشن ما معين كويت. هو كويت لان ما لقاش في فرصة نسبيا ان هو يحصل له جروينج او ان هو يكبر اكتر. فبالتالي في البوتنشال ده عملت اناليسيس ما معينه للاكزيكتيفز امتى ممكن يمشوا من الشركات دي. طبعا الموضوع ده بيكون سيميوليشن، يعني طبعا بعد كده للاسف عشان ما يكونش عندك هاندز اون على ريل داتا اكسبيرينس، يعني او ام توكينج ان انت مش عارف ان انت تجيب مش عارف ان انت تتابع الناس دي تاني، فبالتالي انا مش عارف ايه اللي حصل. ولكن هي مجرد سيميوليشنز، وده اللي بتحسه وده اللي انت بتشوفه. وبس لو ربطته مثلا بالنسبه الريتايرمنت مثلا او الريزيجنيشنز او بنسبه مثلا الناس اللي مشيت، هتلاقي ان لا، هي it does make sense. بس فعشان كده باجي اقول لك لازم تتعلم. مفيش مشكله ان انت تتعلم حاجات كتير جدا، اهم حاجه انت تتعلم مش اكتر من كده.
اقرأ في كتب بقى مختلفة، اهتم بحاجات مختلفة. خلي عندك حاجة ثابتة، ولكن مهم جدا ان انت ما تمنعش ان انت تكون قابل للتعليم. يعني بس يعني خلي ده الفيديو، خليه خفيف لطيف، يعني هو 5 دقايق ونص، كويس اوي كده. اشوفكم بقى فيديو تاني على خير. باي باي.